الشعب سيخلص نفسه، الشعب لن يخلص نفسه على طريق منقص، والشعب ستراه بكره سيخلص نفسه وسيسير على الطريق السليم، وانا بالطبع معاه واؤيده واشجعه، واذا احتاج الامر ان هنزل معاه هنزل معاه. ده انما هناك في المرحله الحاليه ادوار مختلفه. انا النهارده هدفي وهمي النهارده يا يسري ان احنا اقتصادنا يقف على رجليه، نستعيد عافيتنا زي ما بنقول. الاقتصاد بتاعنا ليس في وضع طيب، العداله غير موجوده، الامن غير موجود، خريطه الطريق غير واضحه. ويمكن احب اكلمك في هذه الامور اللي هي بتشغل كل انسان النهارده في مصر. يعني في حاله احباط النهارده في مصر، ما فيش شك في حاله احباط، كون ان كل مصري من اقصى اليمين من السلفيين لغايه اقصى اليسار نازل، معناه ان في حاجه غلط، في حاجه مش مظبوطه، في حاجه الناس حاسه ان الثوره بتنحرف. في حاله استقطاب. النهارده من 25 يناير كانت كلنا مصريين، النهارده بنرى استقطاب. مره نجد كنيسه بتتحرق، النهارده نجد زي ما كنا بنشوف زمان الاخوان بيقولوا عليهم جماعه محظوره، اصبحنا النهارده برضو بنرى استقطاب. ناس بتقول احنا مسلمين، جماعات مسلمه، جماعات اسلاميه، جماعات اسلاميه. طب وانا وانت ايه؟ مش مسلمين؟ احنا بنصلي ونحج ونصوم. نعم. يعني نعم. لابد ان احنا الحوار بتاعنا يبقى حوار قائم على ازاي نجمع بعض، ما نفرقش بعض. يعني ان انا شايف النهارده في حاله انقسامات، حاله تشرذم في المجتمع، وده كذلك حاجه نتيجه الاحباط الموجود. وبعدين حاله قلق كذلك النهارده داخل مصر وخارج مصر، المصري في داخل مصر والمصري خارج مصر مش عارف بكره هيحصل ايه. وده يعني بينعكس كذلك على الاستثمارات اللي هتكلم عليها النهارده. كل واحد النهارده بيقول لك طيب انا عاوز استثمر، بس عاوز اعرف مصر بعد 6 اشهر شكلها ايه، نظام الحكم شكله ايه. انا هاجي لحضرتك اذا سمحت لي فيما يخص الاستثمارات، لان انا اعلم ان ذلك ارتبط ايضا بزياره لك الى سويسرا، عدت صحيح. منها امس بالسلامه. لكن كي تكون الامور واضحه امام الساده المشاهدين، الدكتور محمد البرادعي لن ينزل غدا الى، او لن يصعد، اذا استعرنا تعبير زميلنا وصديقنا بلال فضل، لن يصعد غدا الى ميدان التحرير للاسباب التي تفضل بها الان، لكنه يدعو الاخرين الجميع الى النزول. بالطبع بالطبع. وانا يعني انا النهارده قعدت طول اليوم مع شباب وزملاء وكانت نصيحتهم ليا ان النهارده احنا مش عاوزين هذه المظاهره اللي امل ان تكون حاشده باقصى الحدود، انها تنقسم انقسامات سياسيه. احنا عاوزين النهارده هذه المظاهره تكون مظاهره لنعود مره اخرى زي ما ذكرت لك يا يسري، نستعيد مصريتنا. وبالتالي مش افضل انا من ناحيتي ان ما يكون في مجموعات سياسيه متجمعه في داخل الميدان، يكون هناك شعب واحد، شعب مصري، شعب موحد، شعب يطالب بمطالب محدده: الامن، العداله، وضوح الرؤيه، خطه الطريق. طيب، من بين الكلام الجميل اللي حضرتك تفضلت بيه، لو افترضنا جدلا انه حضرتك قررت تنزل بعد بكره ولا بعد بعده اذا تطورت الامور، ورفعت يافطه، اليافطه دي هيكون مكتوب عليها ايه؟ الشعب يريد مصر الجديده، الشعب يريد ان يرى نتائج الثوره اللي قام بيها. ان ال 15 مليون اللي نزلوا ما كانوش عاوزين تغيير اشخاص يا يسري، كانوا عاوزين تغيير نظام. الاحساس النهارده ان احنا غيرنا اشخاص، لم نغير نظام. مصر التي نحلم بها، اللي مصر القائمه على الحريه والعداله وكرامه الانسان المصري، لم تتحقق بعد. ويعني ممكن هنتكلم في مسائل كثيره يرى الجميع معها ان احنا في عداله بطيئه. عداله بطيئه هي عداله غائبه. اما نجد ان النهارده الشهداء اللي ماتوا دول النهارده ما فيش الا واحد اظن امين شرطه اخذ حكم غيابي. اما اجد ان واحد بيروح يحاكم بتهمه قتل شهداء صباحا ويعود الى عمله في المساء. اما اجد جمعيات حقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني بيقولوا في 11,000 واحد مدني حكموا او اتهموا امام محاكم عسكريه. مش هي دي الثوره اللي احنا عاوزينها. الثوره اللي عاوزينها ان اي مدني بيحاكم امام القضاء المدني قضيه الطبيعي، وفي نفس الوقت اجد ضباط البوليس بيحاكموا امام محكمه مدنيه ويفرج عنهم بكفاله 10,000 جنيه. يعني
هناك معايير